السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ شات جي بي تي 5 ليه اصلا بقى موجود؟ وهو احسن من 4 فعلا ولا 4 لسه احسن و5 ده طلع اشتغاله؟ طب هو حتى لو احسن انت ازاي تقدر تستفاد منه؟ كل الكلام ده احنا هنتكلم فيه في الفيديو ده، فلو انت حد مهتم بتشات جي بي تي فعلا الفيديو بجد هيساعدك تفهم اكتر الفروقات الحقيقيه ما بين شات جي بي تي 5 و4 او الاصدارات اللي قبلها. ولو انت بقى مش مهتم بتشات جي بي تي فضروري جدا تشوف الفيديو ده، وضروري جدا تهتم بتشات جي بي تي عشان لو ما اهتمتش بيه في ناس كتير قوي مهتمه بيه للاسف هتسبقك، فخلي بالك من الموضوع ده. يعني المهم من غير كلام كتير خلينا نخش في تفصيل مهم. هكلمك في الفيديو ده على 7 فروقات اساسيه هي اللي بتفرق ما بين شات جي بي تي 5 وشات جي بي تي 4، واللي بالمناسبه انت ممكن ترجع له عادي. دلوقتي انت تقدر تشتغل عادي على شات جي بي تي 5 او شات جي بي تي 4. طب ازاي لو انت مش دافع او لو انت مش مشترك في شات جي بي تي بلس ازاي تقدر تختار؟ ببساطه لو انت عايز تشتغل على 5 المجاني هتعمل لوجن، يعني هتخش بحسابك على شات جي بي تي. لو انت مش عايز كده هتخش على شات جي بي تي برضو بس هتعمل لوج اوت وتشتغل بالحساب اللي هو او من غير حساب خالص، يعني هتشتغل على شات جي بي تي من غير ما تعمل حساب او من غير ما تدخل بحسابك اللي هو من بره كده، بس ساعتها هيشغلك شات جي بي تي 4 المجاني. اول فرق معانا بيكون ان لما شات جي بي تي 5 نزل قالوا ان هو اسرع من شات جي بي تي 4، اسرع في الرد. يعني هل دي حقيقه؟ لا، ما ينفعش اقول كده، وعلشان اوضح لك اكتر ليه ما ينفعش نقول كده او ليه غلط نقول كده لازم اخد تاني فرق معانا ونتكلم فيهم هما الاثنين مع بعض. لو انت كنت مشترك في شات جي بي تي بلس وجيت فتحت شات جي بي تي هتلاقي كده لسته فيها كذا اصدار من شات جي بي تي، 3 و4 و3 بوينت مش عارف كام وشويه حاجات كده، وكل اصدار منهم بيعمل حاجه مختلفه. في واحد المفروض ان هو كويس للبرمجه، واحد كويس للكتابه او التسويق، وواحد المفروض ان هو بيعمل كل حاجه او اي حاجه عامه. يعني هتلاقي كل حاجه ليها حاجه. فعاده كان اي حد بيشتغل على شات جي بي تي ومنهم انا بيفتح شات جي بي تي واول واحد بيلاقيه في سكته هو اللي بيستخدمه، وغالبا ده بيكون بتاع الطلبات العامه واللي هو شات جي بي تي 4. طب لو انت بقى مش مشترك في شات جي بي تي بلس لما هتفتح هتلاقي الاصدار المجاني اللي انت بتشتغل عليه، بس قبل ما يبقى عندك الاصدار المجاني هيشغلك على الاصدار المدفوع شويه لحد ما رصيدك يخلص، بعد كده يقول لك رصيدك خلص. وهنا في ناس كتير قوي اصلا بتعتقد ان رصيدك خلص ده يعني انت خلاص مش هينفع تستخدم شات جي بي تي، مع انك ينفع عادي، بس هو بيقول لك رصيدك خلص على المدفوع علشان تروح تدفع وتشترك فيه، بس انت ممكن تستخدم المجاني عادي عشان المجاني انليميتد ما فيهوش حدود. يعني الفكره هنا ان انت عندك كذا اصدار برضو انت ممكن تستخدمهم بفتره اقل او بكريدت رصيد معين، الرصيد ده لما بيخلص بيبقى عندك الاصدار المجاني بتاعك العادي. طب دلوقتي ايه اللي اختلف في شات جي بي تي 5 ان شات جي بي تي 5 بقى عنده اصدار واحد بس اللي هو شات جي بي تي 5، وفي اصدار تاني اللي هو اسمه شات جي بي تي 5 ميني تقريبا، ده اللي هو الاصدار المجاني بتاع شات جي بي تي 5، فبقى عندك مجاني 5 ومش مجاني برضو 5. طب هو احنا كده بنتقدم ولا بنرجع لورا؟ يعني هو المفروض ان شات جي بي تي كان عنده كذا واحد وكل واحد متخصص في حاجه، فالتخصص جميل، يعني اكيد الشات جي بي تي بتاع البرمجه هيفيدني في البرمجه اكتر من شات جي بي تي بتاع كل حاجه، صح كده؟ فاحنا كده شكلنا بنرجع لورا وما بنتقدمش لقدام. لا، الكلام ده مش صح، احنا بنتقدم لقدام. ازاي بقى بنتقدم لقدام؟ الفرق الثاني اللي حصل ما بين شات جي بي تي 5 وشات جي بي تي القديم ان شات جي بي تي 5 بقى هو عنده اصلا جواه كل الاصدارات او كل المودلز اللي انت ممكن تحتاجها وانت بتستخدم شات جي بي تي، سواء بقى برمجه سواء اسئله عامه او صناعه محتوى او صور او اي حاجه. فبقى هو نفسه انت لما بتكلمه هو بيفهم انت بتسال على ايه وبيشغل لك الاصدار المناسب ليك. فممكن الاجابه تطول اكتر من العادي علشان انت سالت سؤال كبير محتاج ان هو يفكر ويجمع معلومات اكتر علشان يعرف يجاوبك، وممكن يبقى اسرع من العادي في حاله ان انت سالت سؤال عادي جدا مش محتاج مجهود. ففكره بقى ان انا اتكلم على اول فرق ان شات جي بي تي 5 اسرع من 4، لا ده مش حقيقي. هو على حسب انت بتكلمه في ايه، على حسب كلامك رده هيكون سريع او بطيء على حسب احتياجه هو عشان يديك احسن نتيجه ممكنه. دول كانوا اول وتاني فرق مع بعض. قبل بقى ما نخش على الفرق الثالث يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي يعني، وممكن يكون الفيديو عجبك مبدئيا فيا ريت تعمل له لايك كمان. طيب تعالى بقى نخش على ثالث فرق ما بين شات جي بي تي 5 وشات جي بي تي القديم، واللي ممكن يكون خانق ناس كتير من شات جي بي تي 5. ثالث فرق ده هو طريقه الكلام نفسها. ناس كتير قوي بتحب شات جي بي تي عن بقيه المودلز زي جيميناي او ديب سيك او اي حاجه من الحاجات دي علشان طريقه كلامه بتحسسك ان هو فاهمك اكتر. طريقه كلامه بقت عامله زي كأن واحد صاحبك بيكلمك، مش آلة او كمبيوتر هو اللي بيكلمك، لا انت بتحس ان هو قريب منك وبتحس ان هو فاهمك كويس قوي، سواء انت بتكلمه فويس شات او بتكتب له حتى كتابه. طريقه كلامه حلوه. طريقه الكلام دي بقت اقل حلاوه شويه في شات جي بي تي 5. ايوه ده حقيقي، اللي متعود على شات جي بي تي 4 وطريقه كلامه هيلاحظ شويه فروقات ما بينه وما بين شات جي بي تي 5، وده ممكن يضايق شويه ناس. انا في رايي الشخصي المتواضع جدا ان ده مش هيستمر كتير، يعني دي حاجه ممكن تتطور مع الوقت، زي ما شات جي بي تي اول ما ابتدى اصلا ما كانش كده، يعني ما كانش بيكلمك مصري وبيقول لك يا اسطى ويا حبيبي ويا معلم وحاجات كده. هو بقى كده مع الوقت لما اللي شغالين عليه حاولوا يخلوه قريب جدا من الطريقه اللي انت بتتكلم بيها تدريجيا، فالحاجات دي تدريجيا بتلاقي مستواها وادائها اختلف. فانا
متوقع ان تشات جي بي تي 5 كمان شويه يبقى بيتكلم عادي زيه زي 4 او يبقى بيتكلم اقرب لينا بطريقه قريبه مننا. اما بقى رابع فرق بيتقال ان هو احسن، ان الكتابه او صناعه المحتوى بقى احسن على تشات جي بي تي 5. ايه رايك بقى تيجي معايا كده نجرب بنفسنا؟ انا فاتح تشات جي بي تي 5 وتشات جي بي تي 4 وهخلي الاثنين يكتبوا لي اعلان عن عصير اناناس بالبطيخ. يلا بينا. طيب على تشات جي بي تي 5 قال لي هديك مثالين مختلفين حسب نوع الاعلان، فهو كده توقع ان انا ممكن اختار اكتر من نوع او اداني اوبشنز اختار منهم، فدي اول حاجه كويسه الحقيقه يعني في تشات جي بي تي 5. اول نوع ستايل شبابي ومريح للسوشيال ميديا. يقول لك ايه بقى؟ انتعاش الصيف وصل، جرب طعم عصير الاناناس بالبطيخ الجديد، مزيج مثالي بين الحلاوه والانتعاش. دلوقتي جه وقت الانتعاش مع اول رشفه، بغض النظر عن اول رشفه دي يعني. هاشتاج عصيرك في الصيف. طيب تاني ستايل بيقول لك ايه بقى؟ ستايل راقي وبسيط، كافيه او براند فاخر. حلو قوي، يعني هو كده جاب لك سوشيال ميديا اد او اعلان سوشيال ميديا هايبر كده واكتف، واحد تاني للكافيهات والحاجات الهاديه. بيقول لك ايه بقى؟ مزيج مثالي، احساس منعش، اجعل لحظتك مميزه مع عصير الاناناس بالبطيخ الطازج، نكهه طبيعيه، طاقه منعشه، ورفاهيه في كل رشفه. رشفه برضه مصمم تبقى رشفه. فهو هنا استخدم لغه عربيه فصحى عشان احيانا البراندات الكبيره او الحاجات الفخمه شويه بتحب تكتب لغه عربيه فصحى. طب خلينا بقى نشوف تشات جي بي تي 4 كتب لنا ايه بالظبط. بيقول لي هنا اكيد اليك اعلان جذاب. انا مش عارف ليه بيقول لي اليك اعلان جذاب، يعني مش عارف بيتكلم كده ليه. هو عاده بيتكلم مصري بس ما اعرفش المره دي اتكلم كده ليه. اليك اعلان جذاب لعصير الاناناس بالبطيخ. لما الانتعاش يبقى له طعم جرب عصير الاناناس بالبطيخ، خلي صيفك احلى مع مزيج منعش بين حلاوه البطيخ وحموضه الاناناس، طعم استوائي مش هتنساه سواء على البحر، في الشغل او في البيت. رشفه واحده كفايه تنقلك لعالم تاني، طبيعي 100% بدون مواد حافظه، مليان فيتامينات وانتعاش. اطلبه دلوقتي وخلي الانتعاش يوصل لحد بابك. الصراحه الاثنين كتبوا حلو قوي، الكتابتين حلوين جدا، بس هو اللي ميز تشات جي بي تي 5 عن 4 هنا ان هو من نفسه من غير ما انا اقول له اداني اكتر من اوبشن، وده جاب لي فكره ان انا كمان ممكن يبقى عندي اوبشنز تانية. يعني انا لو ما كانش في دماغي فكره ان انا ممكن يبقى الاعلان بكذا ستايل او بكذا شكل، فهو دلوقتي بقى في دماغي ان انا ممكن اطلبه بكذا شكل عادي. فدي حاجه حلوه في حد ذاتها الصراحه، وتميزه عن تشات جي بي تي 4. بس الحقيقه ككتابه هما الاثنين كويسين جدا يعني. خلينا بقى نخش على خامس اختلاف، وهو المفروض ان تشات جي بي تي 5 بقى بيهلوس هلوسه اقل من تشات جي بي تي 4. يعني ايه هلوسه اقل؟ يعني تشات جي بي تي اللي احنا عارفينه اللي متعودين عليه ممكن يخترع لك حاجات من الهواء. ممكن تساله مثلا على دراسه معينه بتثبت حاجه معينه، فيجيب لك دراسات من الهواء هو مؤلفها مش موجوده في الوجود، ويقول لك اسماء علماء مش موجوده في الحياه. بيهلوس. فالهلوسه دي المفروض ان هي قلت في تشات جي بي تي 5، واحنا بنفسنا هنتاكد دلوقتي. هنتاكد ازاي بقى؟ هساله سؤال ريزل، هقول له قول لي على 5 اسماء رحلات فضائيه بتنظمها مطاعم الفاست فود. مطاعم الفاست فود يعني الاكل السريع يعني. خلينا نسال الاثنين مودلز بتوع تشات جي بي تي ونشوف هيردوا علينا ازاي. طب هو الصراحه نتيجه الاختبار ده فاجئتني شويه، علشان هو في الاثنين مودلز ما هلوسش. الموديل بتاع تشات جي بي تي 4 قال لي دي فكره عبقريه، هو افتكرني بهزر فبيقول لي دي فكره عبقريه، بس طبعا ما فيش رحلات فضائيه حقيقيه بننظمها مطاعم مش عارف ايه، بس هقول لك حاجات خياليه. فهو افتكرني بهزر وبيقول لي يعني مفيش حاجه اسمها كده. بالنسبه بقى لتشات جي بي تي 5 فهو قال لي ان مفيش اي مطاعم، كان واخد الموضوع جد شويه يعني. ده بقى الفرق اللي احنا بنقول عليه، ان تشات جي بي تي 4 حط لي ايموجيز وبتاع وقال لي يا عم مفيش حاجه اسمها كده وبتاع، بس تشات جي بي تي 5 كان جاد جدا. قال لي مفيش اي مطاعم وجبات سريعه دلوقتي بتعمل رحلات فضائيه حقيقيه، لكن في شويه حملات تسويقيه مرتبطه بالفضاء او بارسال منتجاتهم للفضاء. وقال لي على الحملات التسويقيه دي ايا كانت هي صح بقى او غلط او هو اختراعها، بس هي دي ما تعتبرش هلوسه قوي. ممكن يكون الف يعني، بس هي مش هلوسه. هم ما هلوسوش، ودي حاجه غريبه على تشات جي بي تي. يعني يمكن اتطور، يعني يمكن تشات جي بي تي 4 نفسه اتطور، الله اعلم. اما بقى السادس فرق واللي ما ينفعش نخلص الفيديو ده من غيره هو الفوتو جنريشن، ان هو يعمل الصور. المفروض ان حصل تطور في الموضوع ده، وان تشات جي بي تي 5 احسن من 4 في الصور. خلينا نتست الاثنين. هكتب لكل واحد اعمل لي صوره خروف قاعد في طياره في البيزنس كلاس، خلينا نشوف هيعمل ايه. طيب هو الموضوع مطول شويتين فانا هختصر عليك كل ده، بس يعني ده مش غريب علشان تشات جي بي تي بيطول اصلا في الصور. احنا جربنا ده قبل كده مع بعض في فيديو عن 10 ادوات مجانيه للصور، تقدر تشوفه من هنا او هنا مش فاكر بيطلع فين. فقلنا فعلا على 10 ادوات مجانيه للصور، ومنها تشات جي بي تي المجاني، وبجد هو مش من احسن يعني الاوبشنز بتاعت الصور، وبيطول جدا جدا على ما يطلع لك صوره. خلينا نستنى لحد بقى ما هو يطلع وهوريك في الاخر. طيب هم طلعوا لي الصور خلاص، ده اللي طلعه تشات جي بي تي 4 وده اللي طلعه تشات جي بي تي 5. صراحه انا شايف ان الاثنين شبه بعض جدا، يعني تقريبا نفس الصوره بس من زاويه مختلفه. معرفش هم بينقلوا من نفس الحاجه تقريبا، فانا مش قادر الاقي تفوق
قوي من ناحيه شات جي بي تي 5 في الحته دي، هما تقريبا الاثنين واحد. هو مشكلته بس ان هو فعلا بيطول قوي لحد ما يطلع صوره، فهو ده مش احسن اختيار للصور بصراحه بالنسبه لي يعني. لو انت مكمل فيديو بقى لحد دلوقتي لسه ما اشتركتش، يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش، مش اسلوب. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، واعتقد ان انت ما دام كملت لحد دلوقتي يبقى الفيديو عجبك، فيا ريت تعمل له لايك. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. السلام عليكم. حلو قوي، حلو قوي. ارتاح انت شويه.